هالمخدر ممكن يقتلك وممكن يعطيك فرصة تانية للحياة. هذا هو الكتامين، هالمادة المخدرة اللي دائما بترتبط بذهننا بالتعاطي والموت، وخاصة بعد وفاة الممثل الأمريكي بطل فريندز تشاندلر بجرعات كبيرة منها، واليوم رجع للواجهة بس كدواء منقذ بعد ما أعلنت أستراليا تمويل بخاخ أنف اسمه سبرافاتو في مادة الإسكتامين لعلاج الاكتئاب. ميزته أسرع بكتير من مضادات الاكتئاب التقليدية. نص المرضى تقريبا حسوا بتحسن لما استخدموه، ولكن الحياة مش وردية، وخاصة أن هالمادة ماضيها أسود، ولنعرف أكثر عنها هي معدلة للمزاج وتستخدم كمخدر. هذا غير فصل الإشارات الحسية وأعراض كتير، والاستهلاك الترفيهي لهالمادة أو خلطة بمواد تانية مخدرة خلف 135 ضحية بسنة 2022. واليوم الفرق بين دواء بينقذك ومخدر بدمرك طريقة الاستخدام، الرقابة والجرعات. ولما الاكتئاب بيقفل كل الابواب، العلم بيفتح شباك صغير بالكتامين.